لكن على الميدان شيء آخر. صحيح حمزة، الدربي مغاربي ننتظروا انه باش يكون مشوق معناها وحماسي كما اعتدنا في مقابلات ديما المنتخب التونسي ضد نظيره الجزائري، لكن بالرغم انه معناها مقابله وديه لكن النتيجه باش تكون ذات اهميه بالغه، خاصه مع هزيمه المنتخب التونسي ضد غينيا الاستوائيه. تويكا ولينا نخافوا من تاثير نتيجه اخرى غير الانتصار او التعادل، ربما باش تدخل شويه شك في المنتخب الوطني. فما ملاحظه صغيره اللي بالماضي معناها في مباراة رسمية عم العلاء عناصر جديدة، معناها أعطاهم الفرصة صراحة، أعطاهم الفرصة الكاملة وأثبتوا العناصر. نفس الشيء بالنسبة لجلال القادري. جلال القادري كلهم يلعبوا معناها وقت اللي نلقاو تشريده، نلقاو دحمان، وقت نلقاو ياسين مرياح، نلقاو الطالبي، نلقاو معناتها علي العابدي، ذوما اللي يلعبوا التالي عناصر معناها كان شيخاوي بركة باستثناء شيخاوي. انا هذه النقطة الوحيدة اللي نلوم عليها جلال القادري، معناها جمال فينا المهم ما عرفناش، ما خرجنا بحتى معناتها حتى ملاحظة من مباراة غينيا، كأنه ما لعبناش مع غينيا، خدينا ملاعبي برز وظهر، قلنا والله هاو جربناه وتيان هاو طلع معناتها جوار ينجم يكون عنده قيمه في المنتخب. لا القدم معناتها الملاعبيه اللي عندهم اكسبيريونس مع المنتخب التونسي ظهروا انهم هما معناتها بالحق معناتها كانوا حاضرين في التوب نتاعهم. باش تقعد توا ضغط كبير تولي على، انا بالنسبه ليا نتصور انه ضغط كبير برشا على سورتو جلال القادري في مباراه الجزائر باش يكون هو لا ديفيرونس. عكس جمال بالماضي جوج علاش يمكن اليوم تشوف جمال بالماضي قام بالاختيارات هذيك، راهو الاجابه واضحه، لانه المنتخب الجزائري عنده 12 نقطة قبل المقابلة هذه، بعيد تقريبا 5 نقاط على المنتخب التنزاني. دونك عادي جدا حتى في صورة الهزيمة يقعد ديما لولاني. هنا يمكن الاختلاف انه المنتخب الوطني التونسي بحث على الصدارة، دونك هذاك علاش ما شفناش برشا تغييرات. شفت في الميدان بحث على الصدارة، انا مريض. لا ماني قلت شوف حتى مقابل تعادل الوضعية ماهيش حتى كي تقعد حمزة احنا مرشحين، هي مترشح لكن ديما. شاهدتم جمهورنا الرياضي، هكذا دار هذا الحوار بين الإعلام التونسي في بعضهم، يتكلموا على المنتخب الوطني الجزائري، يتكلموا على النقاط الإيجابية على المنتخب الجزائري، يتكلموا على النقاط ممكن السلبية اللي أخذها المنتخب التونسي في مباراة غينيا، يتكلموا على عدة مواضيع راكم استمعتم إليها شوية. راح نزيد نخلي لكم مقطع آخر يعني كيفاه دار بيناتهم شوية نقاش حاد، راح نخليه لكم في فيديو آخر، لأن الله غالب الكونيكسيون راهي عيانة، ما نقدرش نطلع الفيديوهات كبار.